لو انت دلوقتي معاك 150 الف جنيه تشتري موتوسيكل ياباني ولا موتوسيكل صيني؟ والرقم اللي انت سمعته ده لو انت تتفرج عليا في الفيديو بتاع دلوقتي، لو انت تتفرج عليا كمان 3 4 شهور ممكن تلاقي نفسك بتقارن لو انت معاك 250 الف تجيب موتوسيكل ياباني ولا صيني. ومن هنا خليني اقول لك ان احنا بنتكلم النهارده في فكره معينه، مش في تسعيره معينه. ايه اللي يخليني ممكن اروح اشتري موتوسيكل صيني او موتوسيكل ياباني؟ وعلشان نكون محددين اكتر، الموتوسيكل الصيني ده اللي هو الزونتس. مفيش في مصر دلوقتي موتوسيكل صيني بالتسعيره دي غير هو الزونتس 350، سواء بقى زونتس تي او زونتس جي كي زونتس في، اي حاجه. هنتكلم عن فكره معينه هنناقشها مع بعض. المصاريف بتاعه التشغيل بتاعه الموتوسيكلات ديت عامله ازاي، الاعتماديه عامله ازاي، الموتوسيكل من كل واحد هيناسب مين فينا بالظبط، ايه الدنيا في الكلام ده كله هنناقشه مع بعض. وعلشان كده انا جاي اتكلم معاك النهارده كده مع بعض، نتناقش، ولا هعمل مونتاج كتير ولا هعمل اي حاجه. انا بس هدردش معاك في الحوار ونفتح فكره بعض كده، ونشوف في الاخر يعني بدون اي تحيز كده هنشوف ده انسب لك والله ممكن تروح تجيبه، ده انسب لك ممكن برضه تروح تجيبه. والصراحه الفتره الاخيره اللي هي من قريب الكام يوم اللي فاتوا دول، في جدل رهيب جدا على جروبات الفيس، وناس كتير جدا بتسال اشتري مثلا زونتس تي 350 ولا اروح اشتري هونت 600 ولا اجيب حته ريس كده اف 4 اي، ولا يعني بيبقى في اختيارات كتير قدامه والواحد بيبقى محتار. وطبعا الاسئله دي بتبقى مناقضه جدا، ما ينفعش واحد يروح يسال هشتري موتوسيكل ادفنشر ولا موتوسيكل ريس، هو كله على حسب استخدامك. بس احنا هنا جايين نتكلم عشان عارف ان الناس عايزه تعرف انهي افضل، يعني الافضليه تروح لمين. والصراحه قبل ما ابدا كلام، في حته كده مستفزاني جدا، اللي هي الناس اللي بتدافع عن الحاجه، اللي هو انت لو جيت قلت له لا التاني ده احسن كانك غلطت في شرفه. بجد الحوار ده انا مش فاهمه، يعني بالذات انا اسف، يعني الناس اللي بتتكلم عن الموتوسيكلات الياباني. الموتوسيكلات الياباني كده كده هي وحش الاعتماديه، وكده كده هي الطب في مصر هنا ومفيش احسن منها. بس مش معنى قلت لك ان انا لا مش هجيب ياباني، او ان انا فكري رايح لحته ثانيه يبقى انا كده بفكر غلط، او ان انا في حاجه غلط في الموضوع. لا عادي، احنا هنطرح الموضوع مع بعض دلوقتي وهنشوف ممكن يكون انهي انسب لكل واحد فينا. فبلاش حته التحيز او حته ان انا عايز اوجهك لحاجه معينه. هنناقش الموضوع مع بعض واحده واحده كده على السريع ومن غير كلام كتير. خلينا نبدا باول حاجه انا عايز اكلمك فيها. مبدئيا كده يا سيدي، احنا عايزين نعرف ايه هي شركه زونتس اللي هي لسه داخله السوق في مصر هنا من 3 سنين. ايه الشركه اللي بنت امبارح اللي لسه داخله ديت وعامله نوش في السوق وحاطه تسعيرات غاليه والكلام ده كله. مبدئيا شركه زونتس شغاله في تصنيع الماكينات عموما، مجالات كتير جدا، بقى لها اكتر من 20 سنه. دخلت في مجال الموتوسيكلات من سكه مثلا 8 سنين 10 سنين، انا بس ما عنديش معلومه اكيده، بس هم داخلين في سكه الموتوسيكلات ايه من فتره مش طويله ومش قصيره. بس في نفس الوقت انا عايز اقول لك الموتوسيكلات بتاعت زونتس يعتبر الشركه الوحيده اللي لسه طالعه من قريب وانتشرت في اوروبا انتشار جامد جدا. الناس دلوقتي في اوروبا بيجيبوا موتوسيكلات زونتس وفي اعجاب منهم ليها كبير جدا. ولو انت ما تعرفش قيمه الموضوع ده، فانا عايز اقول لك ان مش اي شركه ولا اي موتوسيكل يقدر ان هو ينجح في اوروبا، لان هناك الوحوش بتوع الموتوسيكلات الشركات الكبيره كلها نازله بالموتوسيكلات بتاعتها هناك على طول، سواء بقى هوندا كawasaki ياماها اي حاجه. الموتوسيكلات اللي هناك دي اللي ماشيه عادي في الشارع، ال 600 سي سي وال 1000 سي سي اللي احنا بنشوفهم هنا بكل انواعهم، ده اللي ماشي هناك في الشارع عادي. واي حد بيفكر يجيب موتوسيكل هو بيروح يشتري الحاجات دي عادي. فكون ان شركه زونتس تنزل في وسط المدعكه دي وتلاقي ان في مبيعات وفي شغل هناك كويس، فمعنى كده ان الشركه دي لا عامله حاجه كويسه. فبالتالي ما ينفعش اطلق على الموضوع دوت اسم موتوسيكل صيني. الموتوسيكل الصيني ده الصين دلوقتي بتصنع كل المنتجات اللي في العالم، من اول العربيات للموتوسيكلات للموبايلات لكل حاجه، وعندها فئات التصنيع ديت فئه مثلا زي فئه A وB وC. احنا دلوقتي عايزين نصنع اعلى كواليتي في الدنيا هنصنعها في الصين عادي مفيش اي مشكله. عايزين نصنع كواليتي B مثلا اللي هو الدرجه ثانيه هنصنعها برده في الصين. درجه ثالثه اللي هو الشعبي خالص هيتصنع برده في الصين. هم عندهم مقدره ان هم يعملوا اي حاجه. ما ينفعش في الوقت اللي احنا فيه ده اقول ده موتوسيكل صيني واسكت، لا ده موتوسيكل صيني من شركه كذا اللي وراها كذا كذا وكذا وكذا. ومع هذا برضه اثناء ما احنا بنتكلم في الفيديو هنكتشف هل هو برضه افضل، ولا انا ممكن اروح اجيب مثلا حته هونت 600 هتكون احسن لي وحته كده رايقه وهتكون افضل بكتير منها. وخلينا نتكلم في اول حاجه في وجه المقارنه دوت، وهو مثلا الاعتماديه. طبعا الموتوسيكلات الياباني زي ما احنا عارفين الموتوسيكل بيبقى له على الارض 20 سنه مثلا، تيجي تشتريه دلوقتي يقول لك ده حالته فابريكا وزي الفل، وفعلا تيجي تركب الموتوسيكل تلاقيه ما شاء الله اكبر على الطريق حاجه كده بوم يعني، وبيديك اداء ممتاز. وطبعا بتلاقي الموتور ناعم، الاجزاء بتاعت الموتوسيكل كلها يعتبر حالتها سليمه بنسبه 80 90%، مفيش اي مشاكل معاك والدنيا كويسه. فطبعا نقطه الاعتماديه دي بدون جدال تروح للياباني، لان احنا بكل بساطه لسه ما شفناش موتوسيكلات شركه زونتس دي بعد 20 سنه تبقى عامله ازاي. بس اللي انا عايز اقول لك عليه ان اللي اشترى موتوسيكل زونتس مثلا من 3 سنين، لو جيت تساله دلوقتي الموتوسيكل عامل معاك ايه، دي ناس انا سالتها او اتعاملت معاها، موتوسيكل معدي 50 60 الف كيلو، مفيش مشكله كبيره في المواتير بتاعتها، الدنيا تمام. الناس بتسافر الموتوسيكلات بتاعتها، يعني محمد احمد اللي انا خدت الموتوسيكل بتاعه عملت عليه الريفيو اللي فات، سافر 350 راح ليبيا، راح الغردقه، راح اسوان، راح
راح مرسى مطروح، راح سيوه، راح يعتبر لف مصر كلها بالزونتس 350 وال 310. ان هو جرب ده فتره وجرب ده فتره، والاثنين كانوا كويسين جدا معاه، وعمل عداد عالي جدا بالسفريات بتاعته. هو الراجل اصلا الشغل بتاعه في محافظه ثانيه، فهو كل اسبوع بيروح المحافظه دي ويرجع بيه بالموتوسيكل. فهو الراجل ما شاء الله عامل هلك جامد بالموتوسيكل، والموتوسيكل سادد معاه كويس جدا. مثلا حتى في السفريات دي كلها موتوسيكل ما عطلش منه على حاجه تافهه ولا عطل منه اصلا. فدي حاجات كلها بتدل على حاجات معينه. الموتوسيكل ده مش حاجه قليله. طيب يعني كده نقطه الاعتماديه، طبعا تروح للياباني، بس مش معنى كده ان الموتوسيكلات الصيني او موتوسيكلات الزونتس الاعتماديه بتاعتها سيئه. وده اللي هينقلنا على النقطه الثانيه، وهي المصاريف. انا دلوقتي لما اجيب موتوسيكل 350 سي سي، هل مصاريفه هتكون زي موتوسيكل 600 سي سي؟ مبدئيا كده في البنزين فرق شاسع. موتوسيكل الهورنت لو انت ماشي بيه على الطريق وقارس بيه مثلا 160 170، هتلاقي الموتوسيكل مش نزل معاك ل 10 كيلو 12 كيلو في اللتر الواحد، وبيحرق بنزين عالي جدا. طبعا الموتوسيكلات اللي احنا بنتكلم عليها في الفئه السعريه ديت معظمها كربيراتير، فانت مش هتلاقي حته توفير البنزين. على النقيض طبعا موتوسيكلات الزونتس هيمشيك باللتر الواحد من 25 ل 30 كيلو في اللتر، اللي هو تقريبا الضعف. انت بتوفر نص فلوسك في حته البنزين لوحدها. نيجي برضه نقطه الزيت. الموتوسيكلات اللي هي الاربعه سلندر او الهورنت 600 او اقل موتوسيكل في الموتوسيكلات الياباني 2 سلندر او 4 سلندر، هتلاقيه بياخد على الاقل من 2 ل 4 لتر زيت. طبعا كل موتوسيكل على حسب بياخد الكميه قد ايه، بس مثلا موتوسيكلات زونتس بتاخد تقريبا لتر ونص، انا مش متاكد قوي، بس هو تقريبا يعني لتر ونص زيت في التغيير الواحد. فهنا لو انت هتجيب موتوسيكل 4 سلندر بياخد 4 لتر زيت، ولتر الزيت دلوقتي عامله فوق 300 جنيه، فانت بتوفر مبلغ محترم برضه في تغيير الزيت. اما بقى بالنسبه للنقطتين الاخرانيين برضه مهمين جدا، اللي هي قطع الغيار والصيانه. قطع الغيار الاول هي الصراحه مش هتلاقي فرق كبير جدا بين الاثنين، لان الموتوسيكلات برضه الزونتس نازله بحاجات حديثه، حاجات نفسها غاليه. ممكن تلاقي قطع الغيار متقاربه جدا في الاسعار ان ما كانتش شبه بعضها، فده شيء بديهي ومنطقي ان دي حاجه نازله في السوق بقالها زمن كتير جدا، وقطع غيارها منتشره جامد جدا، فهتلاقي اسعارها يعتبر في المتناول شويه. لكن الزونتس ما فيش غير التوكيل بس اللي بيبيع قطع غيار، وهي اصلا بتيجي بالعافيه. ودي على فكره من عيوب الموتوسيكل ان قطع غياره مش متوفره بزياده، فيعني قطع الغيار الاثنين يعتبر زي بعض فيها. اما بالنسبه للصيانه فبرضه نفس مشكله قطع الغيار. الصيانه بتاعت الموتوسيكلات الياباني يعتبر سهله الى حد ما، في ناس كتير بتشتغل فيها منتشره بشكل كبير. اما موتوسيكلات الزونتس لسه جديده على الناس اللي شغاله في الموتوسيكلات، مش هتلاقي عدد كبير شغال فيها. في كل منطقه كده هتلاقي حد متخصص فيها، بس برضه مش بالانتشار بتاع الموتوسيكلات الياباني. وبرضه قبل ما نخش على النقطه اللي جايه، عايز اوعيك لحته كده معينه، هي حته ان احنا بنتكلم مثلا في لما نيجي نشتري منتج عموما بنتكلم في حته القيمه مقابل السعر. وحرفيا النقطه دي هنا في مصر على البايظ خالص، لان انت بتتكلم دلوقتي بتقارن موتوسيكل جديد نازل موديل 2023 موديل 2024 وموتوسيكل موجود في السوق مثلا بقاله اكتر من 20 سنه، بقاله على الارض مثلا سكه 18 20 سنه. ففي الحته هنا مش هتعرف تقارنها قوي، غير هو تفكير هوائي شويه، او تفكير كل واحد بقى هو على حسب هو عايز ايه بالظبط، انت هتستخدم الحاجه دي في ايه. وده اللي النقطه اللي هنتكلم فيها كمان شويه. بس عشان انت ما تيجي تتكلم مع حد او انت تيجي تفكر، مفيش حته اسمها قيمه مقابل السعر، بالذات مع التعاون اللي بيحصل كل شويه. يعني مثلا تيجي تتكلم عن موتوسيكل زونتس اللي سعره بيهبل فعلا الفتره الاخيره. يعني انا كنت عارف ان هو من شهر مثلا سعره في سكه 120 125 الف جنيه، دلوقتي انا بصور الفيديو ده في خلال شهر واحد زاد 35 الف جنيه. فانت متخيل الهبل اللي احنا فيه؟ يعني الموتوسيكل بيزيد اكتر من 20% من سعره في خلال شهر واحد بس، فدي حاجه في حد ذاتها مصيبه. ومع ذلك الموتوسيكل ده لما بيرفع كده، الموتوسيكلات اليابانيه بترفع معاه. يعني انت برضه لما تيجي تشتري دلوقتي حته هورنت 600 2006 حاجه كويسه كده ونظيفه، هتلاقي نفسك برضه عايز تدفع فوق ال 150 الف جنيه 160 الف جنيه. فحته القيمه مقابل السعر دي ما تاخدش بيها قوي، غير لما اكلمك برضه في النقطه اللي جايه هنفهم مع بعض الدنيا فيها ايه، وامتى انت اصلا ممكن تكون محتاج تجيب الموتوسيكل الزونتس 350 سي سي دوت، ولا ممكن تجيب الهورنت 600 او تجيب مثلا الفيراديرو ال 1000 سي سي. يعني في خيارات مختلفه، فخلينا برضه هنفهم الموضوع ده مع بعض. حته الاستخدام دي يا سيدي يعني حته كده احنا بنيجي نتكلم فيها ممكن نركن كل اللي اتكلمنا فيه اللي فات ده كله على جنب، ودي لوحدها حاجه ممكن هي الحاجه الوحيده اللي تغير قرارك في الموضوع ده. انت كواحد مثلا بتتحرك تحركات معينه جوه البلد كتير، بتتحرك بتروح سفريات كتير، عايز موتوسيكل يكون قعدته مريحه شويه، عايز موتوسيكل بمواصفات معينه تخصك انت، وده اللي هتفهمه اثناء ما انت بتشوف مراجعات الموتوسيكلات، ده بيستخدم في ايه وده بيستخدم في ايه. يعني مثلا سريعا برضه، انت لو هتجيب موتوسيكل هورنت 600 وانت من النوع اللي بيسافر كتير، هل ده احسن خيار ان انا ممكن اسافر بيه، ولا اجيب مثلا فيراديرو 1000 سي سي اللي هو موتوسيكل موديلات 2002 و2004 بتتباع منه دلوقتي ب 140 الف جنيه و150 الف جنيه وحاجه 1000 سي سي وحاجه هجمه ودبابه حرفيا انت ماشي بيها، وهياكل منك بنزين مش طبيعي ومصاريفه برده مش قليله؟ ولا بقى اركن حته اليابانيه دي على جنب كده خالص ونشوفها برده كمان شويه، بس اروح اجيب برده موتوسيكل هيوفر لي في حته التحركات ديت، وهيكون خفيف كده في الحركه، وحاجه شكلها شيك وحاجه عصريه وفيها مميزات كويسه برده مش قليله. هنا انا بتكلم في حته الانسب. ايه الانسب بالنسبه لي في الوقت
الوقت الحالي اجيب موتوسيكل وانا مسافر يطمن ظهري افضل ماشي متنشن طول الوقت على الطريق 200 300 كيلو، ولا اجيب موتوسيكل تبقى قعدته مريحه وموتوسيكل اصلا ادفنشر واخد الوضعيه بتاعت السفر اللي انا هسافر بيها وهيريحني في الحته دي بس. فهي النقطه في كده، انت هتستخدم موتوسيكل في ايه؟ ممكن واحد تاني بقى يعني ده بيبقى اغلب الشباب بيفكر في كده، انا هجيب موتوسيكل عايز اجيب بقى الحته الياباني اللي انا نفسي فيها من زمان. وعايز اقول لك فعليا ان الموتوسيكل الياباني لما بتيجي تركبه انت بتحس ان انت راكب حاجه احسن من الموتوسيكلات الزونتس، تحس ان انت راكب حاجه قويه كده، وتثبيت البنزين بتاعتها قويه، صوت الموتور نفسه قوي، بتحس بفرق كبير جدا بين القوه في الموتوسيكلات الزونتس والموتوسيكل مثلا الهوندا 600. فممكن واحد برضه يركن كلامي كله ده كده على جنب، يقول لك انا حماسي وانا طاقتي عايز تطلع في موتوسيكل ياباني، عايز اجيب موتوسيكل ياباني كده واطلع بيه على الطريق واخرب بيه الدنيا ويبقى شكلي جامد والقصه اللي احنا عارفينها دي كلها. فخلاص عادي يعني، هي كل واحد وهو رايه الشخصي. واحد تاني هو مش في دماغه الكلام ده كله، عايز حاجه هاديه زي ما قلت لك، وعايز حاجه تكون تحركاتها خفيفه، حاجه عمليه معايا والدنيا تكون تمام معاه، هيروح يجيب الزونتس. فانا ما ينفعش اجي اقول لك في فيديو معين ولا اجي اتكلم معاك في حاجه معينه اقول لك انت ما ينفعش تشتري ده وتروح تشتري ده قولا واحدا. ما ينفعش انا اجبرك على حاجه معينه، او يعني مش بجبرك، اللي هو انا بفرض عليك فكره معينه في دماغي لازم انت تقتنع بيها. فلو انت شايف وجهه نظر مختلفه خالص عن اللي انا بتكلم فيه ممكن تقولها ونتناقش فيها مع بعض. وعلى فكره انا عايز اقول لك وانا بتكلم كده فعلا الموضوع محير. انا لو اتحطيت دلوقتي في الموقف بتاع ان انا اشتري موتوسيكل هوندا 600 موديل 2006 و2007، يعني بالذات بقى لو حطيت حته 2007 ديت، بس 2007 سعره اعلى شويه، لا انا دماغي هتحتار اجيب حته زونتس كده تكون مناسبه لاستخداماتي، ولا اجيب هوندا 2007 دي بتبقى جامده جدا وبتديك احساس جامد جدا. فالموضوع فعلا محير، ولما نتكلم مع بعض كده بنصفي ذهننا وبنعرف ايه الافكار المطروحه وبتساعد اكتر على الاختيار. حاجه اخيره خالص بقى دي تخصنا انا شخصيا، وهي ان احنا دلوقتي النهارده بنتكلم في بدايه شهر 12 اللي هو اخر شهر في السنه، واحنا دلوقتي 90,000 مشترك او خلاص داخلين يعتبر على 90,000 مشترك. فلو وصلنا ل 100,000 مشترك على اخر السنه ديت هيبقى احتفال قوي جدا، وهتبقى حاجه جميله جدا ان انا اختم بيها السنه اللي احنا فيها ديت. لو انت بتتفرج على الفيديوهات بتاعتي باستمرار من غير ما تشترك في القناه، اشترك علشان نكمل مع بعض ونبدا مع بعض سنه جديده باذن الله. اللايك الجميل بتاعك، وانا معاذ سعد دي قناه موتور. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.